مساء الخير أصدقائي الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. إحنا النهاردة هنتكلم عن موضوع أكذوبة الإعجاز العلمي سواء في القرآن أو في السنة المحمدية. وقبل ما أبدأ في الموضوع أحب أذكركم بدعم القناة عن طريق الاشتراك في القناة وضغط زر الجرس عشان يجيلك إشعار بالفيديوهات الجديدة، وعمل لايك على الفيديو إن عجبك، ومشاركة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتيك توك وما شابه. وأيضا يمكنك مشاهدة الفيديوهات السابقة قد تجد فيها ما ينفعك. آه، في نقطتين عايز أقولهم خارج الموضوع قبل ما أخش في عمق الموضوع. بالنسبة للتعليقات، بتجيني يا جماعة، يعني أنا ما بزعلش من التعليقات اللي هي بتاعت المسلمين اللي فيها شتيمة أو كده وبحذفها، لكن اللي بيضايقني إن بيجيلي تعليقات من ملحدين او لا دينيين مستفزه وبتضايقني بصراحه. فيعني في واحد منهم انا عملت له بلوك من القناه، يعني فيعني اتمنى تاخدوا بالكم من الموضوع ده، عشان انا يعني مش يعني انت يعني ما بطلبش منك ان انت تمدحني، بس يعني ما تضايقنيش، انت خد بالك، يعني ما تضايقنيش، مش يبقى جزاء اللي انا بعمله، المجهود اللي انا بعمله ان انت تيجي تضايقني. يعني واحد مثلا بقى بيقول لي ايه، انت ايه يا هشام، انت ايه اتش، اكني بلعب مع عمه، ما انا كتبت له كده قلت له اتش وانا بلعب مع عمك ولا ايه؟ انت ايه اتش انت، ما وراكش حاجه انت، بتشتغل ايه اتش انت كل يوم فيديو، وانت مال دين امك اصلا؟ يعني انت مالك، انت متضايق من ايه؟ ده ايه الشخصيات الغير سويه دي، وايه البني ادمين الزباله دي؟ انت ايه اللي مضايقك ان انا بعمل فيديو كل يوم؟ يا عم ياكش اعمل فيديو كل ساعه، وانت ايه اللي مضايقك؟ انت يعني حاسس في نفسيتك قوي ليه يعني؟ دي حاجة غريبة قوي، ده بني ادمين عجيبة جدا، ده الواحد ما شافش الخرا ده قبل كده. واحد تاني مستفز اسمه لامين، واضح ان هو مغربي او جزائري، عملت له بلوك ان هو وادي ابن متناكة. بيقول لي ما تتكلمش في السياسة، اتكلم في الدين، الناس بتسمعك عشان تتكلم في الدين بس. وانا شغال عندك؟ بعت قلت له يا عم وانا شغال عندك ما تأمرنيش بحاجة. ان الفيديو اللي بعديه لقيته حاطط تعليق قال لي ايوه كده اتكلم في الدين فقط، قلت له لا كص امك بقى، عملت له بلوك. فايه البني ادمين بنت الوسخه المستفزه دي؟ وانا مش شغال عند حد يا جماعه، انا اتكلم في اللي انا عايزه يا عم، دي قناتي وانا حر، انت مالك انت؟ دي حاجه غريبه قوي، ده ايه البني ادمين الخرا دي؟ انا حر يا عم اتكلم في الموضوع اللي يعجبني، انت مالك انت؟ مش عاجبك ما تسمعنيش اصلا، انا يعني ما جيتش بص ايدك يعني عشان تسمعني. هو انت عشان بتحب مواضيع معينه انا اتكلم فيها بقى، انا ما اتكلمش غير فيها، شغال عندك انا روبوت؟ فبلاش التعليقات المستفزه دي، هتعامل معاها يعني انا كده كده بتعامل بقوه، هتعامل بقى معاها بعنف على طول، بلوك على طول وكس امه يعني، عشان هي مش ناقصه قرف. خلينا نبدا في الموضوع. في ثمانينيات القرن الماضي، في ثمانينيات القرن الماضي والتسعينيات، آه، وفي ظل التخلف العلمي والحضاري للدول الإسلامية، وفي ذات الوقت تراكم عائدات النفط في السعودية ودول الخليج، خرجت علينا موجة أو موضة اسمها الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. تمام. ومع ظهور شيوخ دجالين ممولين من دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، مثل زغلول النجار وزاكر نايك وغيرهم، تمادى الأمر ورسخ في عقول كثير من المسلمين أن القرآن مليء بالإعجاز العلمي والمعجزات العلمية، وصار هذا هو الحافز الرئيسي لهم للتمسك بالإسلام والإيمان به. وأنا هنا سأفند هذه الأكذوبة وأبين عوار منطقة وسوء النية وراء تمويلها وتضخيمها عبر عدة نقاط. تمام. بس انا يعني انا في نقطة عايز ابينها، يعني برضو عشان محدش يعتقد ان انا همسك بقى الحاجات اللي هم بيقولوها الاعجاز العلمي وامسكها نقطة نقطة ارد عليها، لا انا مش هعمل كده، لان هم عاملين 1000 نقطة، هم انت عارف هم شغلهم شغل ايه، خدوهم بالصوت ليغلبوكوا، انت فاهم؟
فهم عاملين لك مئات والاف النقط، ويعني حتى محمد لو طلع له امل في طيزو يقول لك ده اعجاز علمي ان هو طلع له امل في طيزو. تمام. فهم عاملين الاف النقاط، فانا مش هضيع وقتي انت فاهم في الرد عليها في النقاط في التفاصيل. انا هرد على الفكره بصوره عامه مما لا يدع مجالا للشك. انت خد بالك ان الفكره يعني متهافته وكاذبه، تمام، ولا تستحق يعني ان المسلم يصدقها او يتبعها. يعني انا هنقد الفكره من اساسها، لكن تفاصيلها دي بقى والرد مش عارف على عدد المفاصل والرد على مش عارف ايه، ده في ناس بتعمل حلقات عن كده، وانا مش هضيع وقتي في كده، لان هو المسلمين كذابين ويعلمون انهم كذابون ويلقون عليك كذبهم. فيعني انا مش هقعد اضيع وقت في رد، فان انا اعمل 100 حلقه ارد على كل حاجه منهم. لكن انا في السلسله بتاعت تخاريف القران يعني بينت الاخطاء العلميه، بينت الاخطاء بعض الاخطاء العلميه اللي في القران، مش كلها طبعا، زي الارض المسطحه والتطور وغيره. وبينت يعني ايه رديت على كثير من هذه الاشياء، خرافات الاعجاز العلمي زي انشقاق القمر وغيره ايضا. تمام. ومراحل الجنين فيعني من يريد ان يتابع تفصيلا بعض هذه الاشياء في سلسله تخاريف الايه القران، هتلاقي في العنوان كل حلقه هي بتتكلم عن ايه. فانا ارد على الفكره بصوره عامه في عده نقاط. اول نقطه، القران اجماعا ليس كتاب علوم، وانما كتاب احكام ووعظ وقصص، اتفق على ذلك المسلم وغير المسلم. وكثير من شيوخ المسلمين يرفضون موضوع الإعجاز العلمي ويرونه تحميل للنصوص، تحميلا للنصوص ما لا تحتمل، وربط القرآن الثابت بالعلم المتغير يرونه خطأ فادحا من وجهة نظرهم، لأنه يعرض القرآن للتكذيب إذا تغيرت النظريات العلمية. بص يا صديقي، يعني كل شيوخ المسلمين مجمعين ان القرآن ليس كتاب علوم، هو مش كتاب علوم للصف الثالث الثانوي، هو كتاب وعظ وارشاد وقصص واحكام. ده من وجهة نظرهم. بالنسبة لي انا مجلب ميكي، يعني مجلب ميكي انفع منه زي ما قلنا عشان فيها بطوط، تمام. لكن هو بالنسبة لهم هو كتاب ايه؟ احكام ووعظ وارشاد وقصص. لما يدعي احد قديما، تمام، لغايه ظهور هذه الموضه في ال40-50 سنه الماضيه، تمام، بتاعت الاعجاز العلمي، لم يدعي احد ان هذا كتاب علوم، تمام. بل ان كثير من شيوخ المسلمين خاصه السلفيين يرفضون فكره الاعجاز العلمي اصلا، لان بيروه تحميل لنصوص ما لا تحتمل، وبيضع القران في خطر التكذيب، لان انت بتربطه بالنظريات العلميه التي تتغير والقران ثابت، تمام. يعني انت لو قلت مثلا القران بيقول ان الارض كرويه، اكتشفوا بكره ان الارض مثلثه مثلا، تمام، يبقى انت كده كذبت القران. فهم مش عايزين يربطوه بالنظريات العلميه اصلا، وهو مش كتاب علم ولا كتاب علوم، وهو كتاب احكام ووعظ وقصص وكده، تمام. فهذا متفق عليه المسلمون. دي اول نقطه. النقطة الثانية، عندما أيقن المسلمون أن الغرب والشرق، أن الغرب الكافر، اللي هو المسيحي يعني، والشرق الملحد تجاوزهم علميا بعشرات السنين، ويأسوا من اللحاق بهم، وصار الأمر مستحيلا ومخجلا أيضا. يعني بقى مستحيل إن أنت تتحصل، يعني مستحيل، يعني أنا أقدر أقول إن هو مستحيل إن مصر تلحق بأمريكا علميا. قول لي مصر تلحق بأمريكا علميا إزاي؟ أو السعودية تلحق بأمريكا علميا، هتلحق بيها علميا إزاي؟ الحل الوحيد إن تحصل حرب نووية بين روسيا وأمريكا، وأمريكا تتدمر. ولو أمريكا اتدمرت العالم كله هيتدمر، خلي بالك، لأن هو كل العالم، كل حاجة مهمة في العالم موجودة في أمريكا. يعني لو امريكا اتدمرت، اتدمر الاقتصاد العالمي، واتدمرت التكنولوجيا العالميه، اتدمر كل حاجه، نرجع نركب حمير، تمام، لان هي ايه؟ اساس العلم والتكنولوجيا في العالم. كويس.
فبقى مستحيل اللحاق بهم، يعني بقى المستحيل ان انت تلحق بهم، خلاص انتهت الموضوع ده. مصطلح اللحاق بالعالم المتحضر انت ممكن تلحق بهم يعني ايه، ثقافيا او اخلاقيا، تتمتع بالاخلاق بقى الايه، الليبراليه بتاعتهم، الحريه والحاجات دي وبتاع، تمام، حقوق الانسان والكلام ده. لكن علميا بقى مستحيل خلاص ان انت تلحق بهم، يعني بقى ايه، من اعداد المستحيلات. ومخجلا ايضا ذلك انك لا تجد مسلما واحدا من علماء نوبل كل عام، ولا دولة إسلامية تنتج أو تخترع أي شيء نافع. يعني أنت مثلا تيجي تبص في علماء نوبل كل سنة تلاقيش فيهم ولا عالم مسلم. طبعا إيه، العرب يعني والمسلمين دايما بيتفخروا بعلماء مصر، لأن مصر هي ضرة هذه المنطقة، تمام، وأخرجت، هذه حقيقة مش بمدح في مصر يعني عشان أنا مصري، لا حقيقة، هي أخرجت، يعني طلع لي بلد في المنطقة أخرجت حد عنده 2 نوبل. انت فاهم يعني، مثلا نجيب محفوظ واحمد زويل، طلع لي دوله في المنطقه خرج، مش هتلاقي، هي مصر بس. ورغم من ذلك احمد زويل مش مسلم، لا ديني. ورغم من ذلك احمد زويل خد نوبل عشان هو عايش في امريكا وتعلم، ويعني عمل هو اتعلم في مصر، بس حياته العلميه كلها قضاها في امريكا. لو قضاها في مصر كانش خد جايزه اوبل حتى، كانش خد ازازه زيت. انت فاهم، مش جايزه نوبل. فهو ابن الحضاره الغربيه برضه، يعني انت ما تحسبوش من يعني احمد زويل ان هو من عندك، لا هو من عند الحضاره الغربيه برضه. هو يعني ايه، جيناته مصريه، لكن هو ترس في المنظومه الامريكيه العلميه او المنظومه الغربيه. لو لم يكن ترسا في هذه المنظومه ما وصل لشيء، تمام. فانت لن تجد اي دوله اسلاميه بتطلع اي عالم بياخد نوبل، انت فاهم، في حيث ان اليهود اللي هم 15 مليون، يعني واحد على 1000، يعني واحد على 100 قصدي، ولا ايه، من المسلمين، يعني المسلمين 100 ضعفهم، تلاقيهم واخدين مثلا بتاع حوالي 30 40 نوبل، انت خد بالك. فده امر مخجل للمسلمين، خاصه لما تيجي تنظر كل الصناعات اللي في العالم. يعني انا لما اجي اتلفت كده في الاوضه عندي، انت فاهم، مش هلاقي اي حاجه مصنوعه صناعه يعني بتاع الدوله الاسلاميه، الا علبه السجاير مثلا، انت فاهم، ده الولاعه مستورده يا راجل، انت فاهم، صيني. انت خد بالك، كمبيوتر هتلاقيه صيني وتايواني وامريكي وكده، وكذلك الموبايل هتلاقيه كوري، والميكروفون هتلاقيه ياباني، وهتلاقي كل حاجة يعني انت ايه حواليك هي منتج من منتجات دول غير اسلامية. والدول الاسلامية لا تستطيع ان تنتج اي شيء، يعني هي ليها محاولات يعني، بس هي لا تستطيع ان تنتج اي شيء. يعني ولا الدول الاسلامية اللي اخترعت الايه المحرك البخاري، ولا هي اللي اخترعت القطار، ولا هي اللي اخترعت السيارة، ولا هي اللي اخترعت الطيارة، ولا هي اللي اخترعت السفينة البخارية، انت فاهم، ولا هي اللي اخترعت الأقمار الصناعية، ولا هي اللي اخترعت الصواريخ، ولا هي اللي اخترعت أي حاجة، ولا هي اللي اخترعت الأدوية ولا العلاجات ولا المضادات الحيوية ولا الأجهزة الطبية، ولا هي حتى اللي اخترعت الإنترنت والتكنولوجيا بتاعت المعلومات، ولا حتى مواقع الإنترنت وتطبيقات الإنترنت كلها مش مخترعها مسلمين. فأمر مخجل، يعني أنت على المستوى الفردي فاشل، وعلى المستوى الجماعي كدول فاشل، تمام، لا تنتج اي شيء، بيبقى منظرك وحش جدا، انت فاهم. وقتها ادرك المسلمون ان عليهم ان يجدوا حلا لملء هذا النقص، نقص بقى شديد. انت واقف قدام المرايه، المرايه بتقول لك انت جاهل ابن وسخه، مش عارف تنتج اي حاجه ولا تعمل اي حاجه. فالمسلمين عندهم نقص شديد، انت فاهم. عشان كده الاعجاز العلمي ده البعض يسميه العجز العلمي. شعورك بالعجز ده شعور سيء جدا، شعورهم بالعجز عن انتاج اي شيء او فعل اي شيء نافع او اكتشاف اي شيء علمي، انت خد بالك. فده شعور بالعجز، خاصة شعور بالعجز ده ظهر فين بقى جامد، تمام، عشان تبقى فاهم برضو الموضوع وفاهم البرنامج بتاع الاعجاز العلمي ده خرج ازاي وخرج منين ومين اللي وراه. شعور بالعجز ده ترسخ بقوة في دول الخليج. ليه بقى؟ دول الخليج الصدفة الكونية بنت الوسخة الحظ خلى شوية المعيز دولت لقوا شوية بترول تحتيهم، كميات ضخمة بترول، واجود انواع البترول اللي هو الزيت الخفيف اللي هو ما بيحتاجش معامل تكرير ولا حاجة، ممكن تاخده كده من الايه، من الانبوب بتاع الزيت، تروح راح معبيه في البراميل وبايعه على طول، تمام. فبقى عندهم فلوس كتير. فبعد ما كانوا بدو لبنتنكه بقى بياكلوا من الزباله وبياكلوا ورق الشجر، حتى كانش بياكلوا من الزباله، كانش عندهم زباله عشان يرموا زباله، تمام، كان بياكلوا ورق الشجر
والضب والحيوانات دي كده، انت فاهم، اللي هم السعوديين والخلايجه. وكان تبص في الصور قديم اشكالهم معفنين وبيعيشوا في خيام وكده. فبقى معاهم فلوس كتير، انت فاهم، فبقوا يسكنوا بقى في فيلل وقصور ويركبوا عربيات وبتاع. فبقى شعورهم النفسي ان هم بقى ايه، راقيين بقى. يسافر بره وهو غني، لا الناس بقى اللي هم البيض الاوروبيين بيخدموه وبتاع، واللي سواق واللي يفتح له باب العربيه واللي يجي ينضف له الاوضه. فهو حاسس بايه، يعني بقيمته نوعا ما. لكن لما بيجي يبص بقى حواليه بقى بيلاقي ان هو ولا حاجه، لان هو ولا بيخترع اي حاجه، كل حاجه بيستخدمها هي من اختراعات الغرب. هو غبي جدا. يعني هما الدول ديت تجد اغلب مواطنيها يتمتعون بالغباء الشديد والاي كيو المنخفض جدا، انت فاهم. ونادرا ما تجد منهم اي واحد بيفهم اي حاجه. يعني انا ادعي ان المملكه العربيه السعوديه دي كلها انا افصح واكثر بلاغه في كلامي، انت فاهم، وقدرتي على التوصيل من اي بني ادم موجود في 25 مليون سعودي. انا اتحداهم. يعني انا اتحدى ان انا اطلع مثلا اناظر محمد بن سلمان. يعني كلكم هتبقوا متاكدين 100% ان انا مسح بيه البلاط، انت فاهم، مع ان ده رئيس الدوله، لكن هو ما عرفش يقول كلمتين من اللي انا بقولهم دول. تمام. فهم عندهم نقص شديد، انت فاهم، عجز علمي. هم ما بينتجوش شيء، ده هم متخلفين بالنسبه للدول اللي زي مصر. يعني مصر ممكن تنتج، السعوديه ما بتعرفش تنتج. انت بتنتج ايه؟ ما عندهمش اي تاريخ لانتاج اي حاجه. هو الحاجه الوحيده اللي انتجوها ايه بقى يا معلم؟ الاسلام. فهم عشان يسدوا عقده النقص دي بقوا يمولوا ايه بقى؟ يعني إيه؟ لم يجدوا لديهم يعني ايه. قلنا ايه؟ وقتها ادرك المسلمون ان عليهم ان يجدوا حلا لملء هذا النقص، تمام، وسد هذا الفراغ. ففتشوا فلم يجدوا لديهم شيئا الا الاسلام. يعني هم قعدوا يدوروا، مفيش حاجه غير الاسلام. يعني دول الخليج دي انشأت اي دين اي حضاره في تاريخها؟ ما تقوليش حضاره عربيه اسلاميه. مفيش حاجه اسمها ده، قلنا ده مصطلح كاذب. دي حضاره ناطقه باللغه العربيه لشعوب اخرى اصحاب حضارات من اصل، اللي هي العراق والشام ومصر، تمام. لكن لو كان في حضاره عربيه اسلاميه كانوا عاصمتها مكه. لكن مفيش حاجه. ده هم مجموعه من البدو، وجه واحد ادعى النبوه جمعهم كده همج على بعض، بقوا يرموا بلاهم على الناس كده ويروحوا يحتلوهم ويموتوهم وبتاع وياخدوا منهم ضريبه جزيه. لكن هم ما فيش يعني لم ينشئوا اي حضاره. انت خد بالك، انت فاهمني. فانت لما تيجي تبص على الخليج العربي ده، مفيش اي نوع من انواع الحضاره. ولا عمرك هتسمع عن رسام خليجي ولا نحات خليجي. سيبك من المطرب، من المطربين اي دوله فيها مطربينها يعني، تمام. لكن مفيش مطرب عالمي مثلا خليجي، مفيش موسيقي خليجي. يعني ما تلاقيش واحد زي عمر خيرت ده في الخليج. يعني الخليج ده كله، تمام، في تاريخه ولغايه 100 سنه قدام مش هيعرف يطلع واحد زي عمر خيرت ولا عمار الشريعي ولا ياسر عبد الرحمن. اللي ما يعرفوش ده راجل موزع وملحن حاجه اسطوري، وبيعزف بره وملك كمان اسطوره. يعني حاجه اللي هو كان عامل المال والبنون وبيعمل مقدمات المسلسلات ده حاجه يعني اسطوره، انت فاهم. فما عندهمش اي منتج خالص. يعني مثلا ايه؟ ما عندهمش فنون، ما عندهمش علوم، ما عندهمش اصلا. حتى عندهم معامل اللي بيتخرجوا عندهم من الكليات اللي هي العلوم والبيولوجي والبتاع بهايم، انت فاهم. طور الله في برسيم، ما فهمش، ما اعرفش اي حاجه، انت فاهم. فقعدوا يفتشوا ما لقوش غير الاسلام. فبدأ الدول الخليجيه، تمام، بصرف مئات الملايين من الدولارات. وانا يعني مش برمي الارقام جزافا، يعني انا فاهم انا بقول ايه، تمام، بدعم هذه الاكذوبه. واسست بقى ايه؟ اول حاجه عملتها اسست الهيئات والمؤتمرات للاعجاز العلمي. هيئه الاعجاز العلمي في القران وهيئه الاعجاز العلمي في السنه. انا واحد اعرفه كان شغال في هيئه الاعجاز العلمي اللي هي موجوده يعني ايه في الامارات، كويس. شغال هو بكالوريوس تجاره وشغال حاجه، يعني حاجه هناك، حاجه اداريه، تمام. يعني كنت بقابله في مصر وكده. بياخد مرتب ابن وسخه يعني، انت فاهم. يعني بياخد مرتب ضخم جدا. مش فاكر 40,000 درهم 50,000 درهم. بيقول عندنا الدنيا ميغا، الفلوس دي بالكيلو، تمام. الناس اللي هم الشيوخ بقى اللي هم بتوع الاعجاز العلمي ده، الشيكات بتجيلهم بالمليون درهم و2 مليون درهم و3 مليون درهم كل شهر ياخد له شيك، انت فاهم. ففلوس لا حصر لها. يعني لو انفقت لو هم يعني عشان ابين لك برضو
ان دول الخليج دول يعني اغبياء بالطبيعه كده بالسليقه، هو غبي ما بيفهمش، حمار يعني. هم لو انفقوا الفلوس عشرات الملايين دي ومئات الملايين اللي انفقوها على الاعجاز العلمي، انفقوها على البحث العلمي، يعني جابوا 10 علماء ولا 20 عالم ولا 100 عالم من بلدهم من عندهم وانفقوا عليهم، او حتى من البلاد اللي حواليهم من مصر والدول دي اللي فيها ناس بتفهم، تمام، وانفقوا عليهم، انت خد بالك كانوا وصلوا لشيء، كان اكتشفوا اي حاجه. لكن دول بينفقوا على ايه؟ على الدعايه الكاذبه اللي هي الاعجاز العلمي. يعني دايما هم العرب كده طبعهم قذر، يصرفوا في الرشاوي، يرشوا الناس، يدلسوا، يكذبوا كده، دي طباعهم، دي السكيلز بتاعتهم في الحياه. يعني مش شعوب معروفه بالصناعه ولا بالفن، ولا معروفه بالكذب والدجل والتدليس. وكانوا زمان قبل ما يختنوا يعني بالوحشيه والهمجيه والبربريه. دلوقتي تحضروا شويه خلاص، ما بقاش في داعي للهمجيه والوحشيه والبربريه، بقى في فلوس خلاص، تمام. فاسسوا الهيئات بقى والمؤتمرات، يقول لك المؤتمر العالمي للاعجاز العلمي دي فضيحه. تعمل مؤتمر عالمي عشان تدور للاعجاز العلمي في كتاب واحد بدوي ابن وسخه كان معتقد ان الارض مسطحه، تمام، وان الارض متشاله على ظهر فيل فوق واقف فوق السلحفه، انت واخد بالك؟ تعمل اعجاز علمي عن الكلام ده. المهم، ويعني عملوا بقى الهيئات والمؤتمرات ورشوة بعض علماء الغرب زي ما احنا قلنا قبل كده وبينا، تمام، في ان هم بيروحوا مثلا امريكا فيها مثلا 20 مليون واحد ولا 10 مليون واحد معاهم درجة بروفيسور او دكتور، منهم مثلا في مليون واحد في البيولوجي مثلا، يروحوا مدورين على اي واحد، انت فاهم، يرشوه مثلا يدوله 100,000 دولار 200,000 دولار مليون دولار، اطلع يا عم خد عد الفلوس دي واطلع قول كلمتين حلوين في حق الاسلام كده، وان الاسلام فيه اعجاز وبتاع، فبيطلع. احنا قلنا يعني فلوس بتشتري النفوس، تمام. فهم بقى رشوا بعض علماء الغرب، وعمل برامج بقى انفاق عليها ببذخ. زغلول النجار ده ملياردير، انت مش متخيل ثروه زغلول النجار ده. زغلول النجار ده قاعد في فيلا يعني في قصر في ابو ظبي، انت لا تتخيله، انت فاهم، انت لا تتخيله. انا عديت من جنبه بالسياره يعني، انت فاهم، انت لا تتخيله، حاجه ضخمه يعني، حاجه يعني وراء قصر جمهوري. طبعا كل ده من فلوس الاعجاز العلمي. وعبد الدايم الكحيل بقى، واجمل حاجه يعني، بص قمه الوقاحه، برنامج كانوا عاملين برنامج اسمه اللي هو ذير ار نو كلاش ده، اللي هو لا تصادم بين القران والعلم. جايبين واحده انجليزيه يا باشا، بنت مزه كده، وطالعه بتتكلم، والبرنامج بقى عامل مشاهدات نيك، انت فاهم، ومحتجين بيه المسلمين. طب يعني لو في مسلم يعني مش حمار كده، بني ادم عنده مخ، يسال نفسه المذيعه اللي بتتكلم دي مسلمه؟ طب هي ادم الحاجات دي كلها صح، هي ما اسلمتش ليه؟ يا باشا البرنامج معمول ازاي؟ انت راجل معاك فلوس، عايز تعمل، انا دلوقتي هشام كتبت السكريبت ده، تمام، اللي في ايدي ده، كتبت الورقتين، بص اهو، كتبت الورقتين دول كده يا باشا، اروح راح مأجر واحده ست مزد كده انجليزي والاكسنت البريتش اللي هي الجميله دي، تمام، واديها ايه 800 استرليني في الساعه. هم عملوا كده، الله اعلم ادوها كام يعني، ممكن يكون ادوها اكتر، الفلوس معاهم يعني زي الرز زي ما احنا فاهمين. فراح هم حقيقينها فلوس وبتاع، وطلع يقول الكلمتين دول يا بت، وراح طلع قايل الكلمتين دول، خلص الموضوع. ولا هي مؤمنه، ولا هو اصلا هو اصلا القران متصادم مع كل انواع العلم، تمام، كله هبل في الجبل، كله بالفلوس، كلها دعايه ايه كاذبه. فهم شغالين بقى على الموضوع ده، وزغلوا نجروا على الدم كحل والاشكال دي، تمام. النقطه الثالثه، الإعجاز العلمي مبني على بث الأكاذيب ولي أعناق النصوص وتحملها ما لا تحتمل. يعني مثلا على سبيل المثال، تيجي آية مثلا بتقول لك يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. بمنتهى البساطة الكتاب ده عندهم، بص يا باشا، الكتاب ده بيبقى شكله كده، بيبقى مدور كده، مش كتاب اللي انت بتقراه ده، كانش عندهم كتب كده، ده الكتاب، تمام. فهو بيقول لك ايه؟ يوم نطوي السماء، يعني الله هيمسك السماء يلفها كده كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. ايه الإعجاز في دين أبوها دي؟ ولا أي شيء، أنت فاهم؟ قال لك لا، ده هنا بيتكلم على البيج بانج وتوسع الكون. فين الكلام ده؟
فين قالوا فين هنا؟ قال الكون والكون اتسع والسماء ذات الرقعة مثلا، والكون إذا اتسع وواسع وما وسع. هو قال حاجة زي كده مثلا؟ لا. هو قال لك يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هم يروحوا لوين لك النص. ما النص انت فاهم يعني اي نص انت ممكن تحمله اي حاجة، انت فاهم. يعني انت ممكن تطلع الاعجاز العلمي مثلا في اغاني حمو بيكا، انت فاهم. يعني ليه اغنيه اسمها شقلطوني في بحر بيره، انت خد بالك. يقول لك هنا قصده البحر والبيره عشان البيره فيها شعير، والشعير مش عارف بيعمل ايه، والكحول وبيتبخر ممكن يعني كله بالفلوس بيجي، انت فاهم. اي هلس، انت فاهم. تطلع تخلي اي حد يقول لك ايه هلس. فبيلووا اعناق النصوص. يعني مثلا السماء والطارق، وما ادراك ما الطارق، النجم الثاقب. طلع راجل اقرع ابن متاخد كده في برنامج مع السعوديين، وشكله مرتشي ابن الوسخ. يعني شكله لسه مغدينه مأكلينه قبل ما يخش، انت فاهم. يعني معكمينه، يعني لسه عدد له الراجل قبل ما يخش على طول، فلوس لسه في جيبه، تمام. تاني يقول لك ايه، ما السماء والطارق دي، الطارق ده نجم مش عارف يقعد يخبط ويعمل كده لما بيقرق. ايه النجم اللي بيخبط؟ فيش نجم بيخبط يا عم. ومين اللي سمعه بيخبط؟ ويهري بقى، وتلسكوب ناسا وسمعوا النجم بيخبط، بس هم خبوا عشان العالم ما يعرفش ويسلم. ايه ده؟ يعني كذب صريح جدا يعني. ويطلع لك زغلول الفشار يقول لك وانزلنا الحديد، والايه دي مش عارف رقم 119، والرقم الذري بتاع الحديد 119. وطبعا الرقم الذري بتاع الحديد مش عارف 69 او 67 او حاجه زي كده. ملوش علاقه ولا برقم الايه ولا برقم السوره ولا بحاجه. هو بيزرط وخلاص، ومحدش بيتابع وراهم. هو المسلمين عايزين اي حد يكذب عليهم، مش يقول لهم حتى الحقيقه. اي حد يكذب عليهم يقول لهم الاسلام ده صح. هم عايزين كده. ده اللي بيريحهم وده اللي بيسكنهم. عايزين مش عايزين يخرجوا من بره كومفورت زون اللي هم عايشين فيها دي. هم عايزين اي حد يكذب عليهم ويطلع يقول لهم الاسلام ده ايه، الاسلام ده صح، والاسلام ده من عند الله. بالحق بقى بالباطل، المهم اي حد ويطلع وخلاص. ويقول لك وانزلنا الحديد، ويقول لك اكتشفوا ان الحديد ده عنصر مش من الارض. يا حبيب امك، ما كل العناصر على الارض مش من الارض اصلا، انت فاهم. ما كانش فيه غير الهيليوم اصلا. كل العناصر دي جت من بره. يعني ما جبتش جديد انت، يعني ما اخترعتش اختراع. كل العناصر دي جاي، انت فاهم. هو الالومنيوم جاي من الارض، التيتانيوم جاي من الارض، المغنيسيوم جاب، كل ده جاي من بره يا باشا. واقع علينا من كل ده يعني مخلفات كونيه وغبار ذري وكده، انت فاهم. فكل العناصر جايه لنا من بره يعني. هو بيعتمد ايه؟ بص، بيعتمد على جهل الناس. لان نظام التعليم عندنا فاشل. الناس ولا فاهمه فيزياء ولا كيمياء، ولا حد بيراجع وراهم، ولا حد بيدقق. وهم بيعتقلوا المثقفين وبيضيقوا عليهم، وبيضيقوا على التنويريين والملحدين واللادينيين. وما بيدوش حد فرصه ان هو ايه، يرد على هذه الطرات، تمام. وطبعا مراحل الجنين، يقعد يقول لك يا جاز مراحل الجنين، مع ان مراحل الجنين دي اصلا ايام محمد كانت مذكوره وذكروها. يعني كانت معروفه طبيا. اطباء الاغريق، اطباء الاغريق وغيرهم كانوا عارفينها، كانت معروفه يعني. وكان عندهم هم اطباء زي النضر بن الحارث في ابن كلده، تمام. في قريش. وهو حتى اللي هي ذكرها دي غلط اصلا، مش هي الصح. وبينا الكلام ده في سلسله تفاهة القرآن. حلقة من الحلقات كنا اتكلمنا على تطور الجنين ده بالتفصيل، مراحل الجنين ده بالتفصيل، وعدد العظام. وبرضه هيثم طلعت عامل لك فيديو على عدد العظام، وسراج حياني بيرد عليه. وعدد العظام ده يا جماعه معروف اصلا من قبل محمد ب 700 سنه، اللي هو موضوع 360. سيبك من ان هم بيزيدوا او بينقصوا، بس هو عدد يعني المفاصل قصدي ولا ايه. عدد المفاصل ده يعني الصينيين معروف في الطب الصيني والطب الهندي، تمام. فاكيد اتنقل للطب اللي كان موجود ايامهم في بين العرب، يعني اطباء العرب، ان هو كان معروف ان هو 360 مفصل. ودي حاجه سهله جدا، لان علم التشريح ده من اسهل العلوم. هو كل اللي هتعمله واحد مات هتقطعه يا باشا وتشوف فيه عنده كام مفصل. يعني مش اعجاز يعني. وانشقاق القمر طبعا، وناس خبت انشقاق القمر والقمر مشقوق، والناس اللي خبت. وكميه يعني ايه، هم بيعتمدوا على ايه؟ بث الاكاذيب والدعايه المضلله، ولا اعناق النصوص وتحميلها ما لا تحتمل، تمام. وخد عندك بقى كذبات من هذا المنوال، عاملين لك من 1 ل1000 اعجاز علمي على هذا المنوال. اكذب
تمام، واعمل دعايه كاذبه وعلي صوتك واصرف فلوس لنشر هذه الدعايه الكاذبه، والوي اعناق النصوص وحملها ما لا تحتمل، انت فاهم، واعمل ضجيج، بس انت كده يعني اديت مهمتك. هو ده لكن في حد بقى لما حد يجي يرد عليهم رد علمي زي ما بيعمل الدكتور خالد منتصر وغيره، انت فاهم، يتهموه يكفروه يشتموه ويعملوا له يبلغوا عن صفحته على الفيسبوك في الاول ولاد شرموطه. انا بقول لك المسلمين ولاد شرموطه، هو لا ينفع معاهم الا التعامل بالقوه، انت فاهم، يعني ان انت ايه، ان انت يعني التعامل معاهم بشرف ما ينفعش. يعني زي ما يعني احد الملحدين طلع قال لك لا ما نشهروش بعبد الله رشدي احا. ايه اللي ما تشهروش بعبد الله رشدي ده؟ انا لو اقدر اقتل عبد الله رشدي اقتله، مش هشهر بيه. وابقى خدمت الانسانيه كده وخدمت مصر وقدمت لها خدمه جليله. انتوا عبطوا ولا ايه؟ ولا هنغير من بعض بقى زي النسوان، قناتك بقت اكبر من قناتي فانا هزعل منك؟ لا، شهر باللي خلفوه وشهر باي حد. انا اذا كان انت كملحد بتشهر بمحمد نفسه، انت فاهم، على كده بقى ما تشهرش بيه. وبعدين عبد الله رشدي شخصيه عامه مش شخص عادي، خلاص بقى ايكون بالنسبه للسرسجيه اسلام وسرسج، هو الايكون بتاعهم عبد الله رشدي. فهدم مثل هذا الصنم يعني عمل جليل بصراحه. انا احيي الاخ باسم صاحب قناه الفكر حر على هذا الفعل. فهي الفكره ايه، ان المسلمين ما بيفهموش بقى غير باللغه دي، اللغه قويه، تمام. لان هو بص مجرد ما بترد عليهم، يعني اول ما خرجت ناس ترد عليهم في موضوع الاعجاز العلمي ده، اللي يشتموه اللي يكفروه اللي يقفلوا له قناه زي ابراهيم عيسى كده مع ابراهيم عيسى والدكتور خالد منتصر وغيره. النقطه الرابعه، من 1400 سنه حتى الان لم يكتشف اي عالم مسلم او غير مسلم حتى اي نظريه علميه او حتى فرضيه من القران والسنه. يعني مفيش آية كده، يعني مفيش واحد اكتشف حاجة. يعني اللي اكتشف الجاذبية ده اكتشف كان مثلا قراءة في صحيح البخاري. يعني اينشتاين ده مثلا كان اكتشف نظريات النسبية بناء على قراءته لسورة النجم مثلا. مفيش اي حد استفاد اي حاجة علمية من القرآن، ولا يعني استفاد من نصوصه في استنباط اي فكرة علمية خالص، ولا مسلم ولا غير مسلم. من 1400 سنه حتى الان والتحدي لا يزال قائما، لان هو مش كتاب علمي يا جدعان، ده كتاب جاي لشويه بدو بيمسحوا تصهم بثلاث زلطات. محسسنا ان كتاب اللي هو بتاع ستيفن هوكينج، اللي هو بتاع ملخص لنشأة الكون ده، لتاريخ الكون. النقطة الخامسة، القرآن أصلا مليء بالأخطاء العلمية الكثيرة جدا، وضحنا بعضها في سلسلة تخاريف القرآن، زي مسألة الأرض المسطحة والنجوم اللي هي الرجوم للشياطين وزينة، معرفش النجوم دي بالغة الضخامة وأضخم من الشمس بعشرات المرات، تمام، والخلق من طين، وانشقاق القمر، والسماء السقف، انت فاهم، اللي ليها أبواب، فينها دي؟ انت فاهم، محدش شافها، انت فاهم، ومراحل الجنين وغيرها. فهو مليان بالأخطاء العلمية، مليان بالأخطاء العلمية، انت فاهم اصلا، مما يدل على ان كاتبه اصلا جاهل بالعلوم. فكيف في اعجاز علمي؟ يعني ازاي واحد يخطئ الاخطاء العلميه دي كلها، انت فاهم، ده جاهل بالعلوم، ازاي بقى يبقى في اعجاز علمي؟ انت فاهم، من باب اولى كانش يخطئ الاخطاء دي، من باب اولى كانش يتكلم في المسائل دي اصلا عشان ما يخطئش فيه، انت فاهم. النقطه السادسه، اذا كان القران يريد ان يكون معجزا علميا، لماذا لما يتكلم عن الجاذبية والتطور والنسبية والديناصورات، تمام، بألفاظ واضحة ليثبت إعجازه؟ يعني مثلا ما قالش ليه أفلا ينظرون، بدل ما يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يقول أفلا ينظرون إلى الديناصورات كيف خلقت مثلا. فالناس تقول الله، ده الله بيتكلم ايه الديناصورات دي؟ نيجي احنا بقى في زماننا ده نكتشف الديناصورات، يبقى ده اعجاز علمي اهو، صح؟ الراجل اتكلم على حاجه احنا ما شفناهاش، مع ان الديناصورات دول عاشوا 90 مليون سنه. يعني الانسان كله على بعضه ايام نام بتاع مليون سنه، اللي هو الانسان بتاعنا ده العاقل، بالفصائل اللي هي كانت قبل كده بقى، اللي هم اوريكتوس والهومو هابيليس والهومو مش عارف مين والهومو عبد السميع، تمام. يعني كل الفصائل دي كلها ما كملش مليون سنه. الديناصورات دي عاشت بقى 90 مليون سنه، كان المفروض يذكر حاجه عن دين امها، تمام، صح، يتكلم، هو ده اعجاز بقى، وهو الوحيد اللي يعرفه اهو.
احنا كناش نعرف غير بقى في العلم الحديث لما لقينا حفريات وبتاع واكتشفنا كان في ديناصورات. او مثلا يقول لك كان نظريه الجاذبيه، يقول لك والارض اذا تجذب والسماء اذا تدبدب، اي حاجه من الحاجات دي يعني يدينا حاجه بقى كده ايه، يعني الجاذبيه، التطور، النسبيه، اي حاجه تبين لنا يعني ان هو فاهم حاجه. انت فاهم؟ لو اراد ان يكون معجز علم كان ما عملش كده. النقطه السابعه، بنص القران نفسه، القران حمال اوجه. يعني ما هو القران قال كده في منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ زي زغلول النجار والناس دي كده هم بيتبعوا الآيات المتشابهة. وحمال أوجه، يعني عمر بن الخطاب قال القرآن حمال أوجه، وله آلاف التفسيرات أصلا التي اختلف فيها آلاف المفسرين. فكيف تجزم بالمعاني العلمية للآيات؟ يعني أنت دلوقتي لو جيت تفسير مثلا ويوم نطوي السماء كطي السجل، دي هتلاقي 500 تفسير مختلف عن التاني. انت منين اجزمت بالتفسير اللي انت لبسته ولفقته ده ولويت عنق النص وخليته ان هو البيج بانج؟ منين يعني؟ ايه اللي خلاك يعني متاكد كده؟ ما في 500 تفسير يا اخي. انت فاهم؟ يعني الكلام العلمي بيبقى دقيق وواضح، تمام، وجامع مانع. يعني ايه جامع مانع؟ جامع لجميع اجزاء المدلول العلمي ومانع له من الاختلاط بغيره. يعني كلام بيبقى دقيق، كلام العلم، مش كلام صح الدحم بوزي القرآن كده. انت فاهم؟ يحتمل 100 اوجه بقى. انت فاهم؟ يحتمل معنى كده ومعنى كده. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يقول لك دول الصحابه كان بيبصوا من تحت رجلهم على النسوان وهم بيصلوا. واحد تاني يقول لك قصده اللي هم الاقوام السابقه. ففي مليون قول واختلف اهل التأويل، دي تلاقيها دايما في كل كتب التفسير. انت فاهم؟ فانت منين اجزمت بالمعاني دي في كلام اصلا المسلمين كلهم مجمعين على ان هو حمال لعده معاني عده اوجه في التفسير ومحدش فاهم له حاجه؟ تمام. ما الدليل ان هو كان يقصد هذا الامر؟ ايه الدلاله؟ مفيش اي دلاله. انت فاهم؟ النقطه الثامنه، يعني هل يعقل، يعني بالعقل كده، هل يعقل ان القرآن الذي لم يذكر حتى كيفيه الصلاه ووسيله نقل الحكم وقوانين الخلاف ان يذكر حقائق ونظرات علميه؟ يعني من باب اولى، يعني القران بدل ما كان هي يعني زي ما انتم بتقولوا بيتكلم عن الفيزياء وبيتكلم عن الكيمياء وبيتكلم عن الكون وبيذكر لنا حقائق علميه، كان يذكر لنا كيفيه الصلاه حتى شكلها عامل ازاي، الصلاه بنصلي ازاي، دي عرفناها ازاي، دي من السنه. كان ذكر، صح؟ مش مذكوره في القران. الصلاه مش مذكوره في القران، اللي هي عماد الدين، اللي هي اساس الدين. مش مذكور ازاي تصلي العصر كام ركعه والظهر كام ركعه والمغرب كام ركعه. كان ذكر حتى يا عم الخلافه تتنقل ازاي. ما احنا فاكرين محمد وهو بيموت، انت فاهم، قال لهم هاتوا لي يعني ورقه ويعني ورقه وقلم واكتبوا وبتاع، اقول لكم اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعد ابدا. راح عمر بن الخطاب قال لك يحاسبون كتاب الله، وقال لك الرسول بيخطرف وبتاع، بيموت ابن المتنكه وبيخطرف وبتاع، سيبك منه. تمام. فيعني القرآن حتى ما ذكرش الخلافة او الحكم يتنقل ازاي بين المسلمين، صح؟ وقعدوا يقتلوا في بعض من ساعة ما محمد مات لغاية بعديها ب200 سنة، وعمالين يخرطوا في بعض، ومش عارف معركة الجمل ومعركة الخول ومعركة مش عارف مين انت فاهم، وصفين وكربلاء، وعمالين تخريط في بعض. مش كان من باب اولى يعني انت فاهم يذكر لنا حتى الحكم يتنقل ازاي، او يذكر لنا الصلاة ازاي، صح؟ يعني كان من باب اولى. ده اولى بقى من ان هو يتكلم بقى في الكون نشأ ازاي، صح ولا مش صح؟ ما الكون نشأ زي ما نشأ، لكن دي الحاجات اللي هتفيدنا فين؟ في حياتنا، صح؟ لكن هو لما يذكرها فمن باب اولى كان ذكر الاشياء دي. لو هو هيذكر حاجات مفيده يعني كان ذكر الاشياء دي. تمام. النقطه التاسعه، الواقع بقى اللي احنا بنعيشه بيقول ايه بقى؟ ان شيوخ المسلمين بدعم من الحكام يدعمون الاعجاز العلمي للحفاظ على المسلمين من خروج من الاسلام
للإلحاد أمام موجات الإلحاد العاتية التي تجتاح العالم بصورة عامة والدول الإسلامية بصورة خاصة. ولأن العلم هو لغة العصر وأساس كل المنجزات الحضارية الحالية، فخلقوا أكذوبة الإعجاز العلمي لدعم الإسلام من قبل العلم قبل أن يسقط سقوطا مروعا أمام العلم. تمام؟ مع قمع التنويريين والمثقفين والملحدين وتركيز الأضواء على شيوخ الإعجاز العلمي ودعاته حفاظا على مناصبهم ومصادر رزقهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ظاهرة الإعجاز العلمي دي مش ظاهرة طبيعية، دي ظاهرة مصطنعة. تمام؟ اصطنعتها الأنظمة الحاكمة. يعني بدأها بعض الشيوخ زي بعض الناس، يعني منهم مصطفى محمود برضه يعتبر من البدايات بتاعت الموضوع ده. تمام؟ فدعمهم الحكام، يعني وجدوا في الأمر فرصة جيدة. تمام؟ لدعم الإعجاز العلمي للحفاظ على المسلمين والخروج من الإسلام. الحكام عايزين المسلمين يظلوا مسلمين ويظلوا متخلفين ليسهل انقيادهم ويسهل حكمهم ويسهل السيطرة عليهم. لان هم بقى تخيل مثلا دوله زي مصر 100 مليون دول لو منهم 70 مليون مثلا ملحدين، مش هتعرف تحكمهم الا بالديمقراطيه وبالحريه وحقوق الانسان والكلام ده. لكن مسلمين بيسمعوا الكلام، يطلع الشيخ يقول لهم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، لان كلهم راحوا مدلدلين ودنهم مروحين. انت فاهم؟ عشان كده كل الشيوخ ساعة ثورة 25 يناير محمود المصري ومحمد حسان وغيره قعدوا يدعوا الناس ان هم ما يخرجوش، لان هم دول صنيعة الحكام وحلفاء الحكام. تمام؟ لان هم يعني عايزين الناس يفضلوا مسلمين، لان طول ما انت مسلم طول ما انت متخلف، طول ما انت متخلف يسهل بقى حكمك بالدكتاتورية، ويسهل سرقة مواردك والسيطرة عليك واخذ حقوقك واستعبادك. هما بيستعبدوك بالاسلام. انت فاهم؟ وفي نفس الوقت بيقمعوا المثقفين والتنويريين، ويجوا دكتور خالد منتصر مثلا يعملوا له بلوك لصفحته على الفيسبوك، ابراهيم عيسى يكفروه ويبعتوا ويعملوا دعوات لقتله. انت فاهم كده؟ انت فاهم؟ وقمع الملحدين بقى وسجنهم ومحاكمتهم بازدراء الاديان وتركيز الاضواء بقى على الشيوخ. يعني انت لو خدت بالك تلاقي الشيوخ اللي هم زي زغلول النجار وغيره اللي هم كانوا بيتكلموا باعجاز العلم، جه في وقت من الاوقات كان جميع الفضائيات بتجيبهم وجميع الناس بتكلمهم، وتلاقي الناس بتوقرهم مع ان هم شويه دجالين وحراميه ولصوص ولاد شرموطه. تمام؟ لكن تلاقي جميع القنوات بتبجلهم وتحترمهم وبتاع. ولو جابت القنوات واحد مثقف ولا تنويري او ملحد تلاقي القناه المذيع بيهاجمه والضيوف بيهاجموه وبيضطهدوه، وتلاقي العمليه يعني في غايه السوء. طيب، وتركيز الاضواء على شيوخ الاعجاز العلمي ودعاته، وليه هم بيعملوا كل الكلام ده؟ حفاظا على مناصبهم ومصادر رزقهم. بص، الحاكم عايز منصبه والشيخ عايز مصدر رزقه. ما الشيخ ده مصدر رزقه. شيخ الازهر ده لو ساب الازهر يشتغل مش هيشتغل حاجه. تمام؟ كل الشيوخ اللي هم والدعاة والوعاظ والخطباء بتوع الاوقاف دول لو سابوا شغلهم مش هيلاقوا شغل، مش ما فيش وظيفه يشتغلوها. فهي شغلانتهم. انت فاهم؟ هي شغلانتهم ووظيفتهم. يعني ما قدامهمش وظيفه شريفه يشتغلوها فاشتغلوا المهنه دي. انت فاهم؟ هي دي المهنه اللي قدامهم. فهم بيحافظوا على مناصبهم والمزايا والمميزات اللي بيتحصلوا عليها من تبرعات وصدقات وزكوات ونفحات وفلوس من الخليج وفلوس بالريال وفلوس بالدينار. انت فاهم؟ والحكام بيفضلوا محافظين على مناصبهم، لان زي ما قلنا الشعب اللي هو المسلم ده شعب سهل حكمه. انت فاهم؟ يعني انت عارف يعني انت عايز اكتر من شيخ مثلا بيطلع يقول لك ولي الامر لو طلع يزني زي في السعوديه كده، يزني على الهوا نص ساعه مش من حقك ان انت تخرج عليه. انت فاهم؟ فهم الشيوخ بيستعبدوا الشعوب المسلمه دي للحكام. الحاكم بقى ده ولي الله وبتاع ظل الله في الارض وبتاع ولي الامر وظل الله في الارض، والخروج على الحاكم مفسده وبيثير الفتن والبتاع وحوي وكده يعني. تمام؟ فهم يعني بيبقوا شغالين معاك على هذه الاسطوانه عشان يخضعوك للحاكم. يعني بيضحكوا عليك، بيشتغلوك. يعني هي وظيفه يعني وظيفه. بص، يعني انا عايز اوريك برضو ثانيه كده ما لقيتهاش. بص، في هرم كده مجتمعي للمجتمع الرأسمالي. على قمة الهرم بيبقى الملك او الحاكم، تحتيه رجال الاعمال، تحتيه رجال الدين. رجال الدين هي وظيفتهم تفول يو. تمام؟ يعني يخدعوك، يشتغلوك يعني. تمام؟
يخلوك ترضى بالامر الواقع وبحالك وبتاع، وان في جنه وربنا مش هيسيب الظالم ومش هيسيب كده يعني. تمام. فهو يعني في تحالف ما بينهم هما الاثنين على، فالتحالف دوت يعني الاعجاز العلمي نشأ من بين هذا التحالف. انت فاهم موضوع الاعجاز العلمي ده؟ هم بعض الشيوخ او بعض المسلمين زي مصطفى محمود وزغلول النجار وغيره ابتدوا في الموضوع ده، فالموضوع لقى استحسان عند الحكام، فالحكام قالوا لهم خدوا بقى عدوا دول، فكتر الموضوع بقى ليه سبونسور يعني. تمام. المهم في النهاية النصوص الإسلامية من القرآن والسنة هي مجرد مقولات بدوي مدعي للنبوة نقل عن الأديان والحضارات السابقة وأعاد صياغتها باللغة العربية، فما وجدت فيها من حقائق علمية سواء صحيحة أو خاطئة فهي حقائق علمية للأمم السابقة. يعني هو لم يأتي بها من عنده، هو كان ولا بيعرف يقرا ويكتب، ما كانش بيعرف، محمد كانش بيعرف يعمل غير حاجتين، ينيك انت فاهم ويألف آيات من دماغه، هو كانش بيعمل غير الحاجتين دول. تمام. وتم إضافة آلاف النصوص لاحقا في العصر العباسي. تمام. خلي بالك إن 90% من الإسلام اللي وصل لك ده موضوع أصلا في العصر العباسي، الأحاديث دي كلها متألفة في العصر العباسي والتفاسير وكل شيء. تمام. وحتى على بعض الروايات إن القرآن ده تم وضعه في العصر العباسي أيضا، لم يكن يعني موجودا أو كان بضعة صور أو شيء من هذا القبيل. تمام. وهي نصوص مملوءة بالأخطاء العلمية والخرافات والترهات، ولا يمكن نسبها بأي حال من الأحوال للعلم أو استخراج أي فائدة علمية منها. وكل ما في الأمر أن المسلمون يشعرون بالعجز والنقص والدونية والاحتقار نتيجة تخلفهم عن الغرب علميا، فيحاولون سد هذا النقص بالكذب والتدليس، والتي هي من طباع العرب والمسلمين، فهم أكثر أهل الأرض كذبا ووقاحة. بس ده الموضوع ودي الفكرة اللي أنا كنت عايز أوصلها. أتمنى يكون الفيديو أعجبكم، وأذكركم مرة أخرى بدعم القناة بالاشتراك في القناة وعمل لايك على الفيديو إن أعجبك، ومشاركة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى.